السلام عليكم ورحمة الله. يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات شيف منصور للطبخ أصول. وعملت لكم بلح الشام من قلب المصنع، عملناه بطريقة احترافية، بطريقة خرافية، عملناه بمقادير ثابتة وسهلة جدا، وداعا لفشل بلح الشام بعد كده. واستسمحكم نكمل الفيديو للآخر عشان في تريكات وفي حركات، ونبدأ الوصفة بتاعتنا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات شيف منصور للطبخ أصول. وهنعمل مع بعض النهاردة بلح الشام على بركة الله. ده نص لتر مية. بعد المية هننزل بحوالي 60 جرام زيت، يعني تلت كوباية. هننزل بذرة ملح البركة، حاجة بسيطة قوي اهي. وهنسيب المية دي لما تغلي هننزل عليها بنص كيلو دقيق. واول ما الميه تغلي معايا كده يا حضرات وتطلع فقاقيع، هننزل عليها بنص كيلو دقيق، وهنفضل نقلبه لحد ما يصبح عجينه متجانسه. اهو بستمر في التقليب زي ما حضرتك شايفه كده اهو، لحد ما الدقيق ده يلم معايا ويصبح عجينه متماسكه. وكده يا حضرات هنرفعها على النار ونسيبها تبرد، وبعد كده هنديها البيض بتاعنا. ونزلنا يا حضرات بالعجينه بتاعتنا في المضرب بتاعنا، وممكن نضربها على ايدينا. اول ما تبرد هننزل عليها من 6 ل 7 بيضات على بركه الله. وهننزل ببيضه بيضه زي ما حضرتك شايفه ست الكل اهو. هننزل ببيضتين، وبعد ما تلم هننزل بالباقي اهو. كده البيض بتاعنا بيلم معانا اهو اهو. وهننزل بالفانيليا بتاعتنا، وكده بيضتين لموا. هننزل ببيضتين تاني اهو. بسم الله، ادي واحده وادي التانيه، وهنستمر في الضرب. كده يا حضرات نزلنا باربع بيضات، وهننزل بالبيضتين تاني. بسم الله اهو. ادي كده 5، ادي 6 بيضات. هنعلي الميكسر شويه ونسيبهم يندمجوا. والسبعه لو احتاجناها نحطها، ما احتاجناهاش خلاص، عشان خاطر البيض متعدد الاحجام ومش كله زي بعض. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد. وكل سنه وحضراتكم طيبين. اهو كده يا جماعه شكلها كده ان شاء الله مش هتحتاج بيض تاني اهو اهو. بصوا بقى الشكل عامل ازاي. وكده يا حضرات انتهينا من شكل العجين. ودي البلبله اللي احنا هنشتغل بيها اللي هي بتاعه الام. وادي شكل العجين اهو. اول ما يعمل معايا منقار كده خلاص يبقى العجينه جاهزه 100 100. وهننزلها في زيت بارد ونقطعها مع بعض على بركه الله. نقطعه بالطريقه دي لازم ينزل على زيت بارد. هات القمع تحت شويه يا شيف. ايوه الله ينور عليك اهو اهو. نبل ايدينا زيت ونقطعه على زيت بارد اهو. هنخلص الكميه، وكل ما الزيت يسخن معانا هيديني نتائج مرضيه ان شاء الله. وزي ما حضراتكم شايفين كل ما الزيت يسخن معانا كل ما هيعوم على الوش. وبعد كده اول ما يبتدي كله يعوم نهدي الزيت شويه ونبتدي نستمر في التقليب. حضراتكم شايفين التسويه بتاعته في الفلاير. بنوطي الفلاير على درجه متوسطه، وبعد كده بنفضل ننزله على زيت بارد لحد ما يديني الحجم ده. وهننتظر مع بعض ازاي نسويه. وزي ما حضراتكم شايفين الجمال، شايفين العظمه. ارفع يا ابني المقصوصه كده ووري الساده حبايبنا. بصوا اللون عامل ازاي. هيبقى اغمق من كده سنه صغيره، بس الحجم ما لا طرشق معانا ولا عمل معانا اي حاجه. ونخرج بقى من الزيت على الشربات التقيل، وهنشوفه ازاي بعد ما خرج من الزيت ونزل في الشيره بتاعته او الشربات او السيره. بسم الله ما شاء الله. بعد كده بندوس عليه بالطريقه دي اهو اهو اهو. لازم يتغطس معانا كده. بنسيبه لمده 4 دقايق بالظبط، وهنبتدي نخرجه على مصفى سلك او صفايه او اي حاجه عندنا اهو. ارفع كده يا ابني وري الكاميرا. بسم الله ما شاء الله. دهب اهو، مش بلح الشام او طرمبات. وده شكله بعد ما خرجناه من السيرب بتاعه. بصوا الموضوع عامل ازاي. شرب وبقي حاجه قمر قمر قمر. وكل سنه وحضراتكم طيبين. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشير الفيديو لاكبر عدد عشان كل الناس تستفيد، ما يبقاش المعلومه تقف لحد عندكم بس. وان شاء الله باذن الله. اقطم كده واحد يا شيف كده وريني الجمال. عايزين نشوفه شرب من جوه ولا لا اهو. بصوا جوه عامل ازاي. حاجه روعه. كل سنه وحضراتكم طيبين.
عمر بعد ما خرج ونزلناه في الزيت زي ما حضراتكم شفتوه، وطلعنا من الزيت نزلناه في الشربات التقيل. دي كانت نهاية حلقتنا، ودمتم في امان الله. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك ويشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.